بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عنوان هذه الكلمة: تربية الأبناء على الولاء للوطن. إن الواجب على الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم على حب الوطن وتعميق المواطنة الصالحة في نفوسهم، وذلك بما يلي: أولا، القدوة الصالحة، أن يكون الأب وأن تكون الأم قدوة صالحة للأبناء والبنات في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثانيا، أن يبينوا للأبناء والبنات حث الإسلام على حب الوطن والمواطنة الصالحة، فإن الله تعالى قرن حب الوطن أو قرن الوطن بالنفس وبالأبناء في عدد من الآيات، فقال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته نظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما استوطن المدينة صلى الله عليه وسلم وعاد من تبوك قال: هذه طيبة، هذه طابة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. والأمر الثالث: بيان عظمة هذا الوطن وما يتميز به، فهذا الوطن فيه البقاع المقدسة، فيه الحرمان الشريفان، وفيه عدل الحكام. منذ تأسيس هذا الوطن فقد أسس على التوحيد، ولا يزال حكام هذا البلد ولله الحمد يحكمون بشريعة الله جل وعلا. والأمر الثالث أيضا يبين السلف الصالح ومحبتهم لأوطانهم. والأمر الرابع: تدريب الأبناء على إظهار هذه المحبة والتعبير عنها وتعميق المواطنة الصالحة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.